افضل عقار في السوق ممكن يبقى اسوأ استثمار بالنسبه ليك، لان المشكله عمرها ما كانت في العقار، المشكله كانت في الهدف. علشان كده مفيش اجابه لسؤال اشتري تجاري ولا سكني، لان قبل ما تختار نوع العقار لازم تحدد الاول انت مستني منه ايه. لو انت داخل العقار عشان يبقى عندك دخل ثابت منه كل شهر، يبقى الطبيعي تبص على التجاري او الاداري، لان النوع ده من الاستثمار بيشتغل ويتاجر ويحقق عائد. بس ده مش معناه ان اي وحده تجاريه تنفع، لان لازم يكون وراها مطور قوي وفي لوكيشن عليه طلب وشركه إدارة وتشغيل تعرف تجيب مستأجر وتحافظ على تشغيل المشروع. أما لو هدفك الأساسي تحافظ على قيمة فلوسك وتبقى عارف تبيع بسهولة لو احتجت، ويبقى الأصل نفسه بيزيد في القيمة مع الوقت، فالسكني غالبا هو الاختيار الأقرب لهدفك، لأن الطلب على السكن دايما أوسع وإعادة بيعه في أغلب الحالات بتكون أسهل. المشكلة إن ناس كتير بتختار نوع العقار الأول وبعدين تدور على هدف يناسبه، مع إن الطبيعي يحصل العكس. الاستثمار الناجح مش إنك تختار أفضل نوع عقار، الاستثمار الناجح انك تختار العقار اللي يخدم هدفك، وساعتها هتعرف ليه بنقول ان العقار هو الابن البار.